لكن المسألة نفسها في مبدأ ومنطق الإبعاد. أنهي دولة من دول العالم مهما بلغت بها الأزمات أبعدت الأصوات المخالفة أو المختلفة؟ قولوا لي كده، حصل إمتى ده في إنجلترا في عز الحرب؟ إمتى حصل ده في ألمانيا؟ لا، في ألمانيا بيحصل، النازيين عملوها. إمتى حصل ده في فرنسا في عز الحرب؟ إمتى حصل ده في أمريكا في عز مرحلة الكساد الاقتصادي العظيم وتكوين اتحادات عمالية واختلافات وما إلى ذلك، لما حصلت موجة المكارثية في أمريكا فيما بعد، علشان إبعاد كل من يقترب ولو اقتراب بالقلب من الغلابة أو المعوزين أو البسطاء يحسب أنه شيوعيا جاسوسا للاتحاد السوفيتي، سقطت المكارثية وبقت حرية الرأي والتعبير في أمريكا. عمر ما كان الإبعاد حل، وعمر ما كان الإبعاد لبنة أو طوبة لبناء دولة أو لبناء مشروع أو لبناء مجتمع. المجتمعات ما بتتبنيش بالإبعاد، المجتمعات بتتبني بالتعددية، الدول بتتبني بالتعددية. أوروبا غرقت في الظلام لما كانت صوت واحد بس، كانت صوت الكنيسة والكهنة فقط. اللي بيختلف مع الكنيسة والكهنة في وقتها كان يوصف بالساحر وبالشعوذة ويحرق على الخشبة، وتحرق الكتب ويحرق البني آدم. بقت الأفكار وبقى الإبداع. في النهاية خالص لن تجد في أسماء الظالمين إلا الموجودين، أو بالأصح لن تجد أسماء الظالمين إلا وهي موجودة في صفحات سوداء من كتاب التاريخ الإنساني، ولم تجد أسماء المبدعين والمفكرين وأصحاب الرأي إلا وهي مكتوبة بحروف من نور. أنت وأنا درسناها في المدارس وفي الكليات وقرينا عنها في الكتب إن كنت من محبي القراءة. يا عم يوسف اسكت أنت، واسكت ليه؟ يا عم يوسف ها تاني ولا إيه؟ واحد صاحبي قال لي كده، قال لي أنت مالك؟ هتتكلم ليه؟ وتقول ليه؟ ومن بقية أهلك فضحكت. قلت له تقدر تقول كده لكن مش دي المسألة. المسألة اللي هو أنت ما اتعلمتش. قلت له الحقيقة في دروس ما تعلمكش غير إنك أنت تتمسك بموقفك المبدئي. حب واكره إبراهيم عيسى كيفما شئت، اتفق واختلف مع إبراهيم عيسى كيفما شئت، لكن عليك دايما إنك أنت تسأل هل ما كتبوا أو قالوا أو صرح به أو دافع عنه أو أسهب فيه القول إبراهيم عيسى بعيد عن قناعاته ومبادئه؟ هو ده السؤال. استغرب لما يعلو حديث يقول لك اصل ابراهيم عيسى مش عارف عنده رصيد ايه في البنك، ابراهيم عيسى عنده فيلا في مش عارف الايه، ابراهيم عيسى عنده عربيه مش عارف عامله ازاي، ابراهيم عيسى اولاده في مدارس الايه. هو ابراهيم عيسى سرق الفلوس ولا جابها بعرقه وبشقاه؟ ولن اسهب القول في هذا الكلام، لن اطيل القول في هذا الكلام اللي بعتبره الحقيقه كلام رويبضه حقيقي. عيب عيب. في النهايه خالص الراجل اشتغل وكسب وخد فلوس، وعلى مرأى ومسمع من الجميع لا ارتشى ولا سرق ولا اختلس ولا تاجر في المخدرات ولا هرب بضاعه ولا باع نفسه لحد عشان خاطر يديله قرشين. اسهل حاجه كان ابراهيم عيسى يطلع على تركيا علشان يروح يشتغل في القنوات هناك بتاعت الجماعه اياهم وياخد فلوس قد الترابيزه دي كل شهر. ابراهيم عيسى بقى مش ده الراجل اللي دافع عن 30/6؟ مش ده الراجل اللي هاجم الاخوان؟ مش ده الراجل اللي دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ تخيل بقى لما ينقلب عليه ويذهب الى تركيا ويحصل قدر وزنه دون مبالغه اموال. ما هتبقى الصفقه كده، لكن ما عملهاش وكتب هذا البيان الممتلئ بالنبل، ولا عاوز يخبط في صاحب المحطه ولا عاوز يخبط في المحطه ولا عاوز يخبط في دوله ولا عاوز يخبط في حد، ويقول لك انا تفرغت علشان اكتب. مع انه ابراهيم عيسى ده من اكتر الناس اللي عندهم تايم مانجمنت، قدره على اداره الوقت ما شاء الله. يعمل البرنامج، يدير جورنال المقال، يكتب مقالاته، يكتب ابداعاته الادبيه، ويقابل الناس ويصيف ويلبس المايو وينزل البحر ويقول لك شفت ابراهيم عيسى ده بينزل البحر في الساحل الشمالي. حاضر يا جماعه، المره الجايه هنخليه ما ينزلش البحر، هنخليه يعمل حمام الرمال. تفرح في انه صوت يتكتم او يتخرس يبقى عندك مشكله، لان صوتك برضه هيتكتم او هيتخرس بعد كده. وكلته يوم اكل الثور الابيض، عندما تصمت على اخراس الاصوات ثق انها هتيجي عليك. ده واحد. تصمت عندما تشمت في اخراس الاصوات عندك مشكله وعقده ازليه. عندما تدافع عن الاصوات التي اخرست او اسكتت او ابعدت، في هذه الحال يبقى انت عمليا بتدافع عن المجتمع مش بتدافع عن نفسك. اتمنى انه الناس اللي بتقرا او بتشوف او بتسمع يبقوا فاهمين كويس جدا ويقتنعوا. اتمنى محدش يقدر يجبرك على انك تقتنع او على انه ده يتحول الى قناعه في ذهنك، لكن اتمنى انك تقدر تفهم ان الحريه الصحفيه والاعلاميه ما هي الا حريتك انت. اي توجه او تصور على انه احنا هنبني بلدنا بصوت واحد مش هيحصل. زي ما كنت بقول لكم، اوروبا سقطت وغرقت في ظلام لما تحررت اوروبا من مساله الصوت الواحد وسيطره الكنيسه. هنا مش بتكلم على فكره السيطره الدينيه، هي فكره سيطره طائفه، سيطره مجموعه، سيطره حزب ايا كان. كانت تغرق في عصور الظلام ولم تتقدم بوصه واحده، 2 سم ونص. لما تحررت من ده كانت النتيجه الطبيعيه هي الثوره الصناعيه، كانت النتيجه الطبيعيه هي كل الابداع اللي انت بتشوفه، هي كل القوه اللي انت شفت اوروبا فيها بعد ما كانت دويلات وامارات ومدن برجوازيه صغيره تحولت الى دول وممالك وامبراطوريات، حتى ذهبت في غلوائها الى انها اصبحت امبرياليات بتسيطر على كل العالم تقريبا. اتقسم ما بين 3 أو 4 دول اوروبيه، العالم اتقسم بما فيها امريكا نفسها كانت محتله من انجلترا لحد الثوره الامريكيه بوسطن فيما بعد ذلك. اقرا عن ده. ولما وعى وتيقن الاوروبيين انه حتى هذا الشكل الامبريالي ما بقاش ليه معنى،
تراجعوا عنه من بعد الحرب العالميه الثانيه، وفككت الامبراطوريات وبقى في عندنا اشكال ثانيه. اوروبا سيطرت على العالم والغرب سيطر على العالم بالافكار وبالحريه وبالابداع، مش بالكبت، مش بالسلسله، مش بالقيود، مش بالاغلال، مش بالسجون. انت عارف ايه اللي ممكن يحصل لو عارف؟ العمر واحد، الرب واحد، الرزق من عند ربنا. دي حاجه مهمه لازم نبقى فاهمينها. ابراهيم عيسى كان مسود الدنيا في وشنا، ماشي، ما تتفرجش عليه. انا من انصار انه مش بقى مثلا كمان نظريه معاك ريموت كنترول وحول، بالعكس انا دايما هقول لك لا لو سمحت ما تحولش، اسمع الكلام لحد اخره، حاول تستوعب، حاول تفهم. انا بقول الكلام ده والله العظيم وحياه ولادي الاثنين بمنتهى الاريحيه والاخلاص والمحبه. اقدر اقول لك انت شايف ان هو بيسود لك الدنيا، ما تتفرجش. ايه اللي جبرك؟ الا لو ظنينا ان هذا الرجل يحمل او برنامجه وبرنامج غير هو إيه؟ برنامج 2 3 اللي في مصر اللي بيتكلموا ويلا وزي ما تيجي تيجي. جميل. هل نظن ونعتقد ونصدق انه برنامج او مذيع قادر على هدم دولة بمؤسساتها بشعبها اللي يصل حجمه وعدده إلى 100 مليون؟ إذا انتخبوا إبراهيم عيسى إمبراطورا، طالبوا به أن يصعد إلى العرش، خلوه يوليوس قيصر العصر الحديث. إذا كان هو بهذه القوة من التأثير، بهذه البلاغة، بهذه الحجة، بهذا العقل، فليكن إبراهيم عيسى أنه يقدر يسود حياة 100 مليون بني آدم أو يجعل 100 مليون بني آدم مقبلين على الحياة، ده يبقى رئيس مجلس إدارة العالم. أنا بقول الكلام ده علشان أنا متذكر في أزمة شديدة، محنة مؤلمة أنا شخصيا مريت بيها في 18 إبريل اللي فات وحضراتكم تتذكرون. في ناس اتكلمت عني، في ناس اتكلمت في العلن وفي ناس اتكلمت في السر، اتكلموا بالجيد، اتكلموا في إنه يوسف يرجع للشاشة، إبراهيم عيسى اتكلم، عمرو أديب اتكلم، لميس الحديد اتكلمت، خير رمضان اتكلم، خالد صلاح اتكلم. أنا بكلمكم هنا، شوف بقى احنا بنتكلم على إيه؟ على ناس تختلف في الأيديولوجيا، تختلف في التوجه، تختلف أحيانا في الروح حتى يا أخي. منهم يمين ومنهم يسار ومنهم في الوسط. منهم اللي اتكلم في العالم، عمرو اديب اتكلم عني مرتين، اللي انا دايما اقول عليه الاستاذ عمرو اديب، اتكلم عني مرتين بمنتهى القوه وبمنتهى الاخلاص. في النهايه انا اللي مديون لعمرو اديب بجمايل كتير متعلقه في رقبتي، دايما اقول له كده يقعد يضحك يقول لي مفيش جمايل من ده يا استاذ، مش كلام من ده، بس سيبك من كلمه فارغ ده. حلو، لكن هو اتكلم وعمليا مش هو اللي مديون لي، بالعكس هو اتكلم وقال اللي فيه الاسم وقال اللي خلص ضميره، وفي اللي راح اتكلم مع ناس وقعد يتفاوض ومش وما الى ذلك اتكلموا، وفيه اللي كتب مقالات في الجرايد، وفيه اللي قال خبر، وفيه اللي اعتراض واضح وصريح، وفيه اللي قال الولد لازم، باعتبار ان انا الاصغر سنا في وسط زملائي اللي على الشاشات، يعني الولد لازم يرجع، هذا الشاب لازم يرجع، سيبوا الاصوات تتقال. انا اتذكر عمرو اديب وهو بيقول ايه يعني قال تيران وصنافير مصريه، ايا كان نتفق ولا نختلف، فين المشكله؟ والبعض قال قد يكون اصابه بعض النزق، قد يكون اسلوبه ما كانش مريح للبعض، الخ الخ، قد يكون غاله، قد يكون تعالى، قد يكون انه تمادى. لكن في النهايه خالص هو احنا هنبعد الناس عشان مختلفين معانا؟ ده كلام قاله عمرو، قال له ترانيا بدوي بالمناسبه، ربنا يرجعها للشاشه بالسلامه. فهو ده السؤال، انه هو لما حد هيقع هنقف نتفرج؟ لا. ولما حد يقع او يختفي او يبعد ولو بخاطره وبمزاجه عشان يتفرغ للكتابه الادبيه زي ما هو بيقول ابراهيم عيسى اللي ما اداليش لا تصريح ولا توكيل اتكلم بالنيابه عنه او ما يجول او بداخل او اتكلم عن ما يجول بعقله او بذهنه او في ضميره، والذي لم يريد انه يكتبه في بيان اصفه بالنبل الشديد. دايما يقعد يقول اللهم بلغنا رمضان. اراد العلي القدير انه لا يبلغ حتى السنه الجديده، مش رمضان اللي جاي، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم مقدما. الحصافه، اللياقه، الموائمه، الحكمه. ما تقولش حتى ان احنا نبدا السنه بالشكل ده. ناس بيقولوا احنا اتكلمنا واتناقشنا وتفهمنا وحاولنا نشرح وما الى ذلك. طيب ماشي، لم يتفهم ابراهيم عيسى، فاهم. طيب في ناس بتقول لك اصلا عشان بس تبقى فاهم، انت ولا هو ولا غيركم انتم فقدتم جمهوركم، الجمهور لا يحبكم، الجمهور لا يريدكم، المناخ العام هو المناخ التفاؤلي. يا جماعه احنا بنضحك على نفسنا، تفاؤلي في الايه؟ احنا بنحلم، بنتمنى، عايزين الدنيا تبقى وردي، لكن هي الدنيا وردي منين يعني؟ عايزين تقولوا لي واحنا ماشيين في الشوارع وانت قاعد مع بياع سريح ولا حد حاطط فرشه على الارض ولا راجل صنايعي شاطر ولا عامل في مصنع ولا دكتور ولا مهندس ولا محامي ولا هيقول لك انا سعيد وفرحان ومتفائل؟ يبقى بنضحك على بعضنا. ابراهيم عيسى او غيره لم ينقل سوى نبض حقيقي للشارع. الدوله هنا دورها ايه؟ الدوله هنا دورها كله انها تقدر تطلع على هذه البرامج وتقرا هذه المقالات. انا مش بتكلم على ابراهيم بس، انا بتكلم على بشكل عام. اطلعوا، اقروا، افحصوا، محصوا، ادرسوا، حللوا، اكتبوا تقارير حول الموقف وحللوها وافهموا ايه اللي حصل. ما الذي يجعل ابراهيم عيسى اللي هو قطعا من معسكر يناير كثوره والتحريض والدفع لها من قبل ثوره يناير 2011 لاقى ما لاقاه وعانى ما عاناه، احيانا الابعاد واحيانا حظر النشر واحيانا سحب الاعداد من الاسواق الخ حتى يناير ومستمر. هو ابراهيم عيسى اللي وقف في وش الاخوان، هو ابراهيم عيسى اللي كان واقف مع 30/6، اللي كان مش عارف الصوره عندي على التليفون بس ايا كان، اللي كان واقف في الصف الاول يوم 30/6
في مظاهره المهندسين الخارجه من جامع مصطفى محمود مرورا بالبطل احمد عبد العزيز ذهابا الى الدقي ثم ميدان التحرير، صف اول متصور كده. هو ابراهيم عيسى الذي امن ووثق ونادى بضروره ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي.